اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فيري. دغري بس نقول الميلاد بالنسبه للطبخ ما بنفكر الا بالحبش. رح نجيب زبده ماعه نخلطها مع شويه عصير برتقال. رح احط له شويه بهار ابيض وملحها شوي، نخلطهم شوي شوي. بنصير نقب الجلده. رح اخد الزبده ورح احشيها من جوا. في عندي مواد عطريه يلي هو الجزر والبصل والثوم والسلري والليك، ورق الغار، كلهم بحطهم جوا. زيت زيتون كمان شوي، رشلها شوية ملح من برا، بدهنهم. بفضل ما يجي دغري الالومنيوم فويل على الحبشة، ندهنها زيت زيتون، بحط عليها. هاي بتكون مثل بروتكشن، يعني عم بحمي السكن. واول مرحلة بنفوتها على درجة 140 لفترة تقريبا 45 ل 50 دقيقة. هيك بتكون البخار عم بيطبخها للحبشة. بهالوقت بدنا نبلش نعمل الرز. رح احط شوية زيت زيتون، بحط معه البصل المفروم ناعمة، لحمة، وهلا ببلش اشتغل على البهارات. وعندي البويون يلي كمان فيه البهارات تبعه والمواد العطرية. أول ما تقلب ميته الرز، يعني أول ما يغلي، منخفف تحته، منغطيه ومنتركه لمدة 20 دقيقة. بلش ادهنها شوية زبدة من برا. رح فوتها كمان على درجة حرارة. بدي اطلع بالحرارة لل 155 160، لكن أول شي فوتناها 50 دقيقة. بعدين عم نرجع نحطها ساعة و10 دقايق. آخر شي برجع بعطيها هاي هيت وبتخلص. رح نبلش نسكب الرز. في ناس بحبوا الرز شوي أغمق، منزيد له البهارات. رح نجورها شوي بالنص تتقدر الحبشة تهدى معنا. نحطها على النص. أكيد الصنوبر والفستق واللوز ونرشهم على الداير. بضل عندي المرقة. وهيك بتكون خلصت الحبشة تبع عيد الميلاد. بالهنا والشفا مع فيري. مثل ما عم نشوف صينية الفرن مليانة مواد دهنية، ما في شي بشيلهم إلا فيري.